النهارده بقى هنعمل معاكم اكله سهله وبسيطه خالص وما خدتش اي وقت. هنعمل بقى معاكم كفته داوود باشا. يعني ما خدتش اي وقت وسهله وطلعت بقى جميله وروعه خالص. بتمنى بقى ان شاء الله الفيديو بتاع النهارده يعجبكم. طالعه كده جميله خالص زي ما انتم شايفين. هندخل بقى على الطريقه عشان ما نطولش عليكم الفيديو. دي المكونات بقى اللي هنستخدمها عشان اللحمه بتاعتنا. معايا بصلايه كبيره مفرومه ناعم، وشويه كزبره، وده فلفل اسود، وسبع بهارات وملح. هنضيف بقى كل المكونات دي كلها على اللحمه. طبعا البصلايه نعصر الميه بتاعتها، مفيهاش ميه. والتوابل مش حابه ايه، حاجات بسيطه يعني، مكترتش عشان ما نغيرش طعم اللحم. هنعجنها بقى كده كويس مع بعضها عشان اللحمه ايه ما تفكش مننا. هنعملها بقى بايديا ونرجع لكم. هنا بقى خلاص بعد ما عجنت اللحمه كويس، جبت بقى طبق كده وحطيت فيه معلقتين دقيق. هنشكل بقى اللحمه ونحطها بقى في الدقيق. هنعملها يعني ايه، كرة كده ايه، متوسطة، ولا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل سنة بقى وانتم طيبين، يعني العيد خلاص على الابواب، والوصفة دي تبقى حلوة كمان في الاكلات برضو بتاعة العيد. هنا بقى خلصت كل الكمية. هندحرجها بقى كده في الدقيق، يعني ايه، هنغلفها بس كده تغليفة ايه خفيفة كده، وننفضها كويس من الدقيق عشان لما نشوحها بقى كده في الزيت ما تفكش مننا. ممكن اللي مش حابب بقى يحط دقيق يحطها يشكلها كده ويحطها في التلاجة شوية. هنا بقى بعد ما خلصت ايه كل الكمية، هنا بقى بعد ما حطيت الحلة او الطاسة على البوتاجاز، هنحط بقى فيها معلقتين زيت. هنسيبهم بقى يسخنوا جامد، وبعد كده بقى انزل عليهم بالكفتة بتاعتنا. هنسيبها بقى ايه، هنشوحها بقى كده من كل جهة، تاخد ايه لون خفيف كده وتاخد صدمة، يعني عشان ما تفكش مننا لما نحطها بقى في الصلصة. وصفة يعني سهلة وبسيطة وما خدتش كمان اي وقت. هنقلبها بقى كده بالراحة زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. نحاول بقى نقلبها كده ايه عشان تاخد يعني لون ذهبي كده من كل الاتجاهات. هنا بقى ما شاء الله خلاص بقت جاهزة معانا. هنطلعها بقى في طبق كده ايه ونركنها على جنب لما نكمل بقية الوصفة بتاعتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى في مكان الزيت برضو بتاع الكفتة هنحط بقى ايه نص معلقة كده توم. هنشوحهم بقى كده شوية مع بعض مكان تحمير الكفتة. هننزل بقى عليهم ياخدوا بس لون كده اصفر وخفيف، وبعد كده بقى هننزل عليهم بمعلقتين صلصة. هنشوحهم بقى كده شوية مع بعض.
بعد كده بقى هنزل عليهم بعصير الطماطم، طماطم عادي معصورة في الخلاط، بس انا بقى كنت مقشراها عشان الصلصة ايه ما يبقاش فيها كده قشر ومتبقاش حلو. هنحط بقى التوابل اللي انا حطيتها على الكفتة، بس ايه اقل بقى بكتير. حطيت شوية ملح وبهارات وفلفل اسمر وشوية سكر، عشان طبعا ايه الصلصة والحموضة ما تتعبناش وكده. هنقلبها بقى ونسيبها كده تغلي غلوتين، وبعد كده بقى هننزل ايه بالكفتة. هنا بقى الصلصة بتاعتنا بقت جاهزة، هننزل بقى بالكفتة بتاعتنا. نسيبها بقى تغلي كده غلوة ولا حاجة، وتبقى كده ايه جاهزة. هي اصلا الكفتة مش هتاخد وقت. هنا بقى ما شاء الله الكفتة بتاعتنا خلاص كانت جهزت، والصلصة جميلة ما شاء الله. هنغرف بقى معاكم. هنا بقى هنغرف معاكم. عملت بقى معاها مكرونة، مكرونة يعني سباكيت عادية كده ايه مسلوقة. طبعا بقى طريقة التقديم ديت ايه ترجع لكم، كل واحد بقى يقدم بالطريقة اللي تريحه، او يقدمها يعني مع رز او اي حاجة. هنحط بقى الكفتة بتاعتنا بقى كده بالصوص بتاعها على المكرونة. نفس الطريقة كده بتبقى شكلها ما شاء الله جميل، وهي اصلا بتتباع كده في المطاعم، يعني بتبقى بتتقدم كده. وهنا بقى عندي برضو طبق كده حطيت فيه برضو شوية رز، هنحط برضو فيه شوية كفتة كده مع الصوص بتاعها، اللي حابب يعني ياكل ايه ياكلها مع الرز. ما شاء الله تحفة خالص، وطعمها بصراحة كان جميل خالص، وزي ما قلت لكم ما خدتش اي وقت. هرش عليها بقى كده شوية بقدونس يدوا شكل كده للطبق. ده بقى الشكل النهائي للأكلة بتاعتنا بتاعت النهاردة، كفتة داود باشا. بتمنى بقى ان شاء الله الوصفة تعجبكم وتجربوها. وصفة سهلة وما خدتش اي وقت، وطلع بقى بالجمال والروعة كده زي ما انتم شايفين. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.